السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي عندها البرينتر الريكو بيبقى ساعات فيه مشاكل، وانا دلوقتي هشرح لك ازاي تحل اغلبية المشاكل اللي فيه. عندنا اول مشكلة دلوقتي، لو جيت كده سمعت صوت البرينتر زي ما انت سامع كده بيبقى صوته وحش جدا. طبعا احنا عايزين اول حاجة ان احنا نعالج موضوع الصوت بحيث ان يبقى صوته كويس علشان ما يبقاش عامل ازعاج، وطبعا لازم ان انت تعالجه لان هو بعد كده هيعمل معاك مشاكل كتير. تمام، فاحنا هنطفي الجهاز بتاعنا وهطلع المجموعة وهعلمك ازاي تفك المجموعة وتنضف الفلوس بتاعتها علشان الصوت بتاعها يكون كويس. ادي واحد اتنين تلاتة، تلات مسامير، اربع مسامير. هنبدأ ان احنا نفك الاربع مسامير. تمام، وانا انصحك لازم انك بجد تتعلم ازاي تفك المجموعة دي لان هي بتعمل مشاكل كتير جدا. لازم تبقى انت ايدك فيها دايما علشان لو حصل لها حاجة. الصوت العالي بيبقى غالبا بيجي بسبب موضوع ان التروس مثلا ممكن تكون متآكلة او خلاص يعني اللي فيه شحم او حبر او ايا كان ملموم على التروس. تمام، بعد ما نفك المسامير بتاعتنا من الجنبين بنبدأ ان احنا نفتح المجموعة من الجنب بالشكل ده. بتروح شمال ويمين كده ولفوق ولتحت لحد ما تطلع ديت وتلف الناحية التانية وتعمل نفس الطريقة. تمام، انا بعد كده ما فكيت اهوت كل حاجة بنت قدامي. اولا التروس ديت كلها متآكلة، تمام، بس ممكن ننضفوها. التروس كلها بجد يعني متدمرة خالص. طبعا هي عاملة صوت عالي ومزعج بسبب موضوع التروس كلها مليانة شحم. ده كله شحم. هتنضف التروس ديت كويس جدا بتربنتينة او بتنر، فرشة سنان كده وتنر، وتنضفها كلها وتنضف كل التروس اللي موجودة هنا وهنا. الترس ده مهم جدا تنضفه، وبعد كده نقطة شحم او نقطة زيت سيليكون بسيطة وتبدأ ان انت تزيت مكان التروس وترجع تركبها تاني وتركب التروس كلها مكانها تاني. وبعد كده تبدأ انك تركب مجموعتك الكفرات بتاعت المجموعة وتبدأ انك تشغلها، وان شاء الله الصوت اللي كان موجود المزعج ده هيروح. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتتابعني عشان يوصلك كل جديد. ولو انت محتاج تعرف نوع حبر معين للبرينتر ممكن اقول لك على نوع كويس ينفع معاك. ولو محتاج اي معلومة عن اي حاجة تكتب لي في التعليقات يا باشمهندس، مثلا انا واقف معايا دلوقتي حاجة كذا وانا هساعدك هعمل لك بقى فيديو. السلام عليكم.